السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناة مطبخ سلوى. النهاردة هنعمل مع بعض النهاردة هنعمل مع بعض أكلة كده اقتصادية وغدا كده اقتصادي وخفيف. طبعا الجو حر فاحنا عايزين نعمل حاجات خفيفة وفي نفس الوقت عايزين نعمل حاجات اقتصادية عشان نوفر على نفسنا وقت ومجهود وفلوس. فهنعمل مع بعض هنعمل مع بعض النهاردة شكشوكة البيض بالطماطم. حلوة جدا وموفرة جدا ومغذية جدا للأطفال. أول حاجة معايا هنا بصل متقطع شرايح اهو. بصوا متقطع شرايح قد ايه كده اهو. ومعانا طماطم مكعبات اهي، ومعانا فلفل الوان او فلفل اخضر رومي او حراق. انا حاطه هنا رومي وحاطه حراق. ومعانا طبعا 4 حبات بيض. ومعانا التوابل بتاعتي اهي هقول لكم عليها واحنا شغالين. ومعانا هنا بقى على البوتاجاز طاسه تيفال او طاسه المانيا اي حاجه عندك، فيها معلقه زبده بتقدح، معلقه زبده كبيره او معلقتين كبار. هعمل هنزل عليها بالبصل بتاعي اهو الشرايح اهو، واديله كده تشويحه. اعلي بس كده النار شويه، اديله بقى تشويحه حلوه كده اهو. بصوا اديله كده تشويحه. انا عايزه البصل بتاعي يدبل، مش عايزاه يبقى مثلا ني شويه ولا حاجه ولا يتحمر. انا عايزاه يبقى تتبيله خفيفه كده وياخد لون اصفر خفيف. هوريه لكم دلوقتي واحنا شغالين. الشكشوكه دي حلوه جدا ومغذيه جدا للاطفال طبعا عشان فيها بيض وفيها خضار وفيها كل التوابل المفيده اللي الولاد محتاجينها. فهقول لكم دلوقتي هنعمل مع بعض وهنعملها ازاي، هتبقى حلوه جدا. وهنعمل بقى معاها حاجه تاني، هنعمل معاها بطاطس محمره. ده غدانا النهارده، غدا كده اقتصادي وموفر وخفيف. وهنعمل معاها طماطم مخلله او سلطه طماطم. وهنعمل معاها جبنه قريش عليها طماطم وعليها فلفل وعليها حاجات كده. هعمل معاكم طبق عن الغدا دلوقتي بتاعنا. بصوا يا جماعه، اي وقت احنا مش معانا فلوس او الدنيا معانا مش مظبوطه، او مثلا شقتنا ما فيهاش حاجه او تلاجتنا فاضيه او راجعين من شغل مستعجلين، الاكله دي خفيفه وفي نفس الوقت موفره زي ما قلت لكم ومغذيه للاطفال، لان انت حاطه لهم هنا البروتين بتاعنا هنا البيض. وطبعا الخضار اللي موجود فيه حلو جدا. الخضار طبعا بيفرق في الاكل مع الولاد. والبصل طبعا حلو جدا والفلفل. بص انا مقطعه البصل ازاي شرايح رفيعه كده جدا اهي. والنار طبعا تكون عاليه عشان خاطر تتبل معايا البصل. بصوا التتبيله دي انا عايزه التتبيله بتاعت البصل دي اهي، ولا هو اتحمر ولا هو لسه ني او ناشف. بصوا اهي، بصوا اللون الحلو ده. هعمل بقى بعد كده دلوقتي، هنزل عليه بالطماطم بتاعتي اهي متقطعه شرايح اهي او مكعبات حسب ما انت عايزه. بس انا مش هنزل كميه الطماطم دي. ال4 بيضات هنحط عليهم 3 طماطميات كبار، نديها تشويحه كده. انا مش عايزه تبقى الشكشوكه بتاعتي كلها طماطم، انا عايزاها تبقى كلها بيض اهو. وهنزل معاكم الفلفل بتاعي اهو. ده فلفل اخضر رومي وفلفل حراق طويل قرن واحد بس، عشان طبعا في ولاد هياكلوا منها وصغيرين، فانا مش حاطه فلفل حراق كتير، نص قرن كده او قرن كبير اهو. هنزل عليه، ممكن زي ما قلت لكم يبقى فلفل الوان اهو. هنقلب بقى كده. الشكشوكه بتاعتي بتبقى حلوه جدا، وكل اللي كلها من ايدي عجبته، وكل اللي كلها يقول لي فيها حاجه مميزه والطعم بتاعها فيه حاجه حلوه. ما بعملش اللي هي الخطوات دي في الاكل، والحمد لله الاكل بتاعي بيطلع حلو وجميل. والحمد لله ما فيش حد كل من ايدي حاجه الا وعجبته. هنعمل بعد كده؟ طبعا ادينا تشويح اهو للطماطم والفلفل والبصل. هننزل بقى بالتوابل بتاعتي اهي. التوابل بتاعتي اهي، بصوا هقول لكم معايا التوابل دلوقتي. بصوا معايا معلقه كبيره من الملح اهو ماشي، ومعلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره او نص معلقه صغيره ثوم بودر، ومعانا على طرف المعلقه الصغيره جنزبيل،
ومعلقه صغيره بابريكا. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي دي كلها اهي. وهديها ايه تقليبه، وهسيبها بقى ايه تتسبك لحد ما ايه ما تنشف خالص من السوائل اللي فيها، عشان بعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه وهننزل عليها القشطه. بصوا اهم حاجه نظبط ايدينا في الملح وما نخليش الحاجه ايه بتاعتنا حادقه، عشان ما نبوظش الاكل حرام. الاكل متكلف والحاجه بقت غاليه دلوقتي، فنخلي بالنا من الملح اهو. هسيبها بقى انا دلوقتي لحد ما تتسبك وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بصوا بقى يا جماعه معايا التسبيكه بتاعه الشكشوكه اهي. بصوا جميله، طعمها حلو جدا ومتسبكه حلو قوي، مفيهاش اي سوائل ولا فيها اي حاجه، والماده الدهنيه اللي فيها اللي هي الزبده اهي طلعت على الوش. بصوا حلوه جدا. هعمل ايه بقى، هوسع كده 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 على قد البيت بتاعي اللي موجود عندي اهو. نوسع لها بس كده. ومعايا هنا 3 بيضات. بصي هما المفروض كانوا 4، بس انا عشان بنتي الصغيره مش بتحب الشكشوكه فانا بعمل لها ايه البيضه بتاعتها مقليه في الزبده اهو. هننزل واحده كده اهو، ننزل التانية، نوسع لها كده مكان وننزل التالتة. هعمل ايه بقى، هسيبهم كده اهو على نار هاديه خالص، نار هاديه خالص، وبعد كده هروح مديهم تقليبه ايه مع بعض. انا عايزه البياض يستوي لوحده، وعايزه الصفار يستوي لوحده. هستنى لما البياض يمسك نفسه شويه، بعد كده هروح مقلباه في الصفار في الصلصه في كل حاجه. وهعمل ايه بقى اخر خطوه هحطها، هعملها اللي هي هحط فلفل اسود على الوش عشان طبعا البيض والزفاره اهو. بصوا نرش رشه فلفل كده اسود اهو، رشه خفيفه، ونخلي بالنا عشان احنا حاطين كده كده في الايه في الصلصه بتاعتنا. تمام. بصوا بقى اهو البياض ابتدى يمسك نفسه اهو، شايفين اهو. اروح عامله ايه بقى في اللحظه دي، اروح اقلب كده الصفار، نديله تقليبه خفيفه عشان يفك، ميبقاش ماسك نفسه كده، يبقى قرص واحد يعني اهو. اهو بصوا تقليبه خفيفه كده. بصوا بقى هتلاقوها ايه بقى في الاخر، الصفار بقى لون ومستوي ولونه منفصل عن الايه عن البياض، والطماطم بتاعتي هتلاقوا الوانها كده حلوه في قلب بعضها اهي. بصوا هسيبها بقى على نار هاديه خالص، وهكتم عليها بالغطا، وهتلاقيها استوت مع نفسها اهي. وهوريها لكم طبعا لما تطلع او لما تستوي. ممكن بقى في الخطوه دي، ده اختياري طبعا، مش اللي هو ايه اساسي يعني في الوصفه بتاعتي، بس لو متوفر يعني عندنا، ولو متوفر عندي انا بعمل الخطوه دي، برش على وشها جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، بتخليها في حته تانية خالص. بس طبعا عشان انا ما عنديش الجبنه الموتزاريلا ولا الجبنه الرومي دلوقتي، وزي ما قلت لكم الغدا بتاعنا اقتصادي وخفيف وموفر، فمش هنحط جبنه ايه موتزاريلا. بس لو موجود طبعا ممكن نحطها عادي يعني. وممكن نحط معاها زيتون، انا برضو بحط معاها زيتون نخلي اسود، بحطه في الاخر خالص لما البيض بيستوي بالطريقه دي، عشان ما ينزلش ميته جوه الخلطه بتاعتي ويبقى ليه طعم اهي. هسيبها بقى على نار هاديه خالص، وهكتم عليها بالغطا لحد ما تنشف خالص من اي سوائل فيها، والبيض بتاعي يستوي ويمسك نفسه زي ما قلت لكم، وهوريها لكم في الاخر. بصوا لونها حلوه جدا، الصفار مع البياض كل حاجه لوحديها، والصلصه لوحديها، وطعمها حلو جدا. وبصوا بقى يا جماعه معايا الشكشوكه بتاعتي اهي. بصوا جميله، لونها حلو جدا، بصوا عامله ازاي، حلوه جدا جدا. وهوريكم دلوقتي الغدا بتاعنا اهو. ماشي، هنروح دلوقتي ايه نغرفها، واوريكم عملنا ايه مع بعض. بصوا بقى يا جماعه معايا الفطار بتاعنا او الغدا بتاعنا، الغدا مش الفطار اهو. بصوا معانا هنا عملت سلطه بقدونس وطماطم وفلفل وبصل، وعليها عصره ليمونه وشويه كمون وشويه ملح وشويه خل. ومعانا البطاطس بتاعتي اهي. بصوا بطاطس محمره جميله جدا، وحط عليها التوابل بتاعتها. ومعايا هنا الشكشوكه بتاعتي اهي. بصوا الشكشوكه لونها عامل ازاي، تحفه.
ومعايا طبق البيض الصغنطوط دوت بحته الجبنه القريش، ده عملته لبنتي الصغيره. بنقلي البيضايه بحته زبده وننزل عليها حته جبنه قريش. الطبق تحفه ومغذي جدا وطعمه جميل جدا. وادي الطبق الشكشوكه التاني اهو، ومعايا هنا جبنه قريش ساده عشان طبعا في ولادي بيحبوا القريش وفي مش بيحبوها عليها حاجه، يعني بيحبوها ساده كده. والطبق دوت اهو، حاطه لها طماطم وحاطه لها فلفل وحاطه لها بقدونس وحاطه لها رشه شطه وشويه زيت. ودي ساده اهي من غير اي حاجه، عليها شويه زيت بس، ولادي بيحبوها كده اهو. بصوا الطبق بتاعنا بطاطس، سلطه، طماطم، سلطه الطماطم معلش اسفه. معانا هنا طبق جبنه قريش عليه طماطم وعليه الفلفل وعليه البقدونس وشويه زيت. وهنا طبق ساده اهو، وطبق شكشوكه اهو، طبق شكشوكه تاني اهو. ومعانا جبنه قريش بحته ايه، ببضايه، جبنه قريش ببضايه اهو. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الغدا بتاعي ايه النهارده؟ اقتصادي وموفر وحلو جدا وخفيف ومش مكلف خالص. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم متنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو. وهسيبكم في رعايه الله وفي حفظه، وهقول لكم دلوقتي هختم معاكم الفيديو، هقول لكم مع السلامه.